أهلا ازيكم يا شباب، عاملين ايه في حلقة جديدة من برنامج زكاة علم نشره. وهو برنامج هدفه نشر أكبر عدد من الفرص للطلبة الثانويين عن طريق إن احنا بنستضيف شخص أخد الفرصة دي فعلا، وبنبدأ نتناقش معاه ازاي قدر ياخدها ويدي نصايح للطلبة اللي قدنا إن هم يقدموا عليها. والنهاردة معانا باشمهندس عبد الرحمن الحاصل على منحة الألفي. اتفضل تعرف بنفسك يا باشمهندس. السلام عليكم. أنا اسمي عبد الرحمن محمد، طالب في كلية هندسة أسيوط، وخريج مدرسة ستيم أسيوط دفعة 2024. وأنا معاكم النهاردة عشان أعرفكم عن منحة الألفي، وأعرفكم تفاصيل المنحة، إيه الأوراق المطلوبة للمنحة، إيه اللي محتاجين تعملوه عشان تعرفوا تقدموا للمنحة وتبقوا جاهزين ليها بشكل كويس. ومنحة الألفي من اسمها هي منحة مقدمة من مؤسسة الألفي، ودي مؤسسة خيرية بتساعد في تنمية مهارات الطلبة وتوفير لهم منح عشان توفر لهم سبل دراسة أحسن. وهنبدأ مع بعض بالشروط. في شروط مبدئية عشان تقدر تقدم على المنحة. الشروط دي أول حاجة إنك تكون مصري الجنسية، ما ينفعش لأي جنسيات تانية. وتكون خريج، يعني أنا كنت خريج 2023 2024 2025، فلازم تكون خريج نفس السنة اللي هتقدم فيها على المنحة. وبالنسبة لثانوية عامة المجموع ما بيقلش عن 95%. وطبعا ده بنفس الدرجة أو نفس المجموع بالنسبة للشهادات المعادلة. وفي حاجة تاني برضو، اللي هي لازم تكون مقبول في الجامعة اللي انت مقدم عليها. بمعنى ان التقديم على منحة الألفي ما بيضمنلكش انك تبقى مقبول في الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها. يعني مثلا لو انا هقدم على جامعة عين شمس او جامعة القاهرة، لازم او جامعة النيل مثلا، لازم في الاول اقدم وابقى عندي قبول مبدئي في الجامعة، وبعدين اقدر اقدم على المنحة. وطبعا المنحة دي بتكون في مجالات اللي هي الستيم، ويكون عمرك لا يتجاوز ال 19 سنة. وبرضه بتثبت في المنحة دي احتياجك المادي، ان انت مش هتقدر تدفع مصاريف الجامعة اللي انت مقدم عليها، فانت عشان كده مقدم على المنحة. وفي نفس الوقت بتحاول برضه تثبت تفوقك الأكاديمي، وبرضه مشاركتك في الأنشطة الاجتماعية، وهكذا. وبرضه حاجة تاني، انك لازم خلال المنحه كلها تكون محافظ على جي بي اي معين. يعني انت بعد ما هتتقبل في المنحه لازم تحافظ على الجي بي اي اللي هو 3.3 عشان المنحه تفضل مكمله. لو جبت اقل من 3.3 المنحه هتتسحب منك. وطبعا عشان يعني تقدر يتواصلوا معاك على طول، دايما بتقدم تقرير سنوي او تقرير كل ترم بدرجاتك في الجامعه كاثبات ان انت عديت الجي بي اي المطلوب او الحد الادنى للجي بي اي. وبنبدا نقدم ازاي المنحه المؤسسه، بندخل على الموقع الرسمي لمؤسسه الالفي، ومنه بنقدم على المنحه. ولازم عشان في الاول نقدم على المنحه بنعمل اكونت على صفحه او الموقع بتاع المؤسسه. وبعد كده بندخل في المنحة وبيبدأ يظهر لنا فورم المنحة. أول حاجة بتظهر لنا زي ما احنا شايفين، بنبدأ ندخل بعض المعلومات الشخصية زي الاسم، الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، وأرقام التليفون. وبرضه بتبدأ تدخل نوعك وعنوانك. بعد كده، بعد بتدخل المعلومات الشخصية، بيبدأ يشوف الحاجة اسمها الإديوكيشن باك جراوند، أو الخلفية بتاعتك. بيشوف أنت خريج مدرسة إيه، أو إيه نوع المدارس أصلا اللي أنت كنت ملتحق بيه، وإيه مجموعك في آخر سنة اللي هي الثانوية العامة. فبتدخل اسم مدرستك اللي هي الثانوية اللي أنت أخدت فيها، اللي أخدت منها تالتة ثانوي. ولو هي مش واخد ثانوية عامة، بتحدد برضو نوع المدرسة، سواء ستيم أو أزهر أو أي جي أو أمريكان. وبتحدد الدرجة، وبتحدد على حسب بقى مدرستك، سواء النسبة المئوية أو الجي بي إيه. هنا بتبدأ توضح للمنحة تفاصيل ومعلومات أكتر عن الكلية اللي أنت عايز تدخلها. وبرضو في حاجة لازم تبقى عارفها، إنك المنحة بتقدم بيها على أقسام الكريدت.
يعني أنت ما بتقدّمش منحة الألفي على الأقسام اللي هو الحكومي العادي، لأ أنت بتقدّم على الأقسام الcredit، أو بتقدّم بيها في الجامعات الخاصة اللي ليها مصاريف عالية. أول حاجة بتحددها على حسب كليتك، يعني مثلًا لو أنت اخترت كلية هندسة بتحدد عدد الترمات، فلو مثلًا عدد السنين الcredit في كليتك 5 سنين فهيبقوا 10 ترمات. في مثلًا بعض الجامعات خلِّت عدد سنوات الدراسة 4 سنين بس، فبكده هيكونوا 8 ترمات، فأنت بتشوف عدد السنين الcredit اللي أنت هتدرسها في الجامعة دي، ودي بتقدر تعرفها من خلال الموقع الرسمي للجامعة، بيبقى متوضّح فيها، وفي نفس الوقت بيبقى متوضّح فيها المصاريف كل ترم. ولو مثلًا يعني المصاريف بتتغيّر، يعني مثلًا في خلال أول سنتين في قسم الcredit أو في الكلية اللي أنت فيها مصاريف معيّنة، وباقي الترمات مصاريف تانية، فبتدوس على علامة الزائد اللي جنب الtuition fees أو الsemester، بتدوس على علامة الplus دي، وبتبدأ تحدد بقى عدد الترمات مثلًا اللي هتدفع فيها مصاريف معيّنة، وعدد الترمات اللي المصاريف فيها هتتغيّر، وبرضه بتكتب قيمة المصاريف في كل ترم. وبعد كده بتحدد الجامعة اللي أنت عايزها، وبعدين بتحدد الكلية، وبعد كده بتحدد ميعاد التخرُّج المتوقّع. يعني أنت بتحسبها، مش لازم تكون دقيق أوي، الموضوع مش بيتطلّب دقة تمامًا، هو المهم بس تكون محدد السَنة صح. يعني مثلًا لو إحنا دلوقتي في 2025، أنت دخلت هندسة هتتخرّج بعد 5 سنين، فأنت هتتخرّج في مثلًا 2030 افتراضًا، فأنت بتكتب السَنة، أهم حاجة تكون السَنة دقيقة، لكن باقي التفاصيل ما بتبقاش مهمة أوي. وبعد كده الexpected number of credit hours دي برضه بتقدر تعرفها من موقع الجامعة الرسمي. ولو يعني موقع الجامعة بيبقى محدد عدد ساعات الcredit اللي أنت هتدرسها خلال دراستك في الكلية دي أو في القسم اللي أنت مختاره. ولكن لو مثلًا ما عرفتش تلاقي، أو الجامعة ما كانتش في موقعها الرسمي محددة عدد الساعات بالضبط، فساعتها بتلجأ للي هو المتوسط، بتدوّر على المتوسط. يعني هندسة غالبًا المتوسط بيبقى من 140 ل150 ساعة، فأنت برضه بتكتب ده. وبعد كده آخر حاجة بتحدد مدة دراستك في الكلية دي بالسنين مش بالترمات، يعني زي ما قُلنا كلية هندسة مثلًا 5 سنين هتكتب 5 سنين. بعد كده بيبدأ يسألك أسئلة إذا كنت مثلًا أخدت مِنَح من أي مؤسسات تانية، وبرضه بيسألك إذا كنت قدّمت على الfinancial aid للجامعة، يعني أنت أصلًا من قبل ما تقدّم في المنحة هل أنت طلبت من الجامعة إن هم يخفّضوا لك المصاريف أو لأ. ولو طلبت طبعًا تخفيض أو أي financial aid بتحدد ده، وبتحدد العملة اللي هي غالبًا بتبقى الجنيه المصري. وبعد كده في حاجة اسمها الexpected family contribution per semester، يعني أنت بتقول فيها المتوقع يعني إيه المصاريف اللي أهلك يقدروا يتكفّلوا بيها. أكيد طبعًا يعني مثلًا في حالات كتير أهلك مش هيقدروا يتكفّلوا بكل المصاريف، فأنت بتكتب اللي هو الحد الأقصى اللي أهلك يقدروا يتكفّلوا بيه في الترم الواحد. برضه لو أنت مثلًا شاركت للمؤسسة، زي ما قُلنا قبل كده، المؤسسة دي ليها برامج كتير جدًا مش المنحة دي بس، فلو أنت شاركت في المؤسسة دي في أي أنشطة هي كانت بتعملها قبل كده بتحدد ده برضه. وبعد كده بتبدأ تحدد بعض المعلومات عن أولياء أمورك اللي هو والدك ووالدتك، الاسم وأماكن العمل. وبعد كده بتبدأ تحدد حاجة اسمها guardians information. طب ده إيه الفرق؟ كل الفكرة إن أنت هتحدد المعلومات بتاعة ولي أمرك اللي هيتم التواصل معاه. يعني مثلًا لو أنت عندك والدك ووالدتك، بس والدك هو اللي هيبقى تواصل مع المنحة، وهو اللي هيبقى المسؤول عنك قدّام المنحة، فهو اللي هتسجل معلوماته هنا. بعد كده كل ده كان طبعًا بعض المعلومات أنت بتدخّلها. هنا بقى نيجي للأسئلة اللي هي الwriting اللي هي فعلًا هتحتاج كتابة. أول حاجة هو أول سؤال بيخلّيك تقدّم نَفْسك وتتكلّم عن نَفْسك، عن اهتماماتك، عن إنجازاتك سواء الأكاديمية أو مش أكاديمية، الاجتماعية مثلًا، أو ليك أنشطة غير أكاديمية بتحدد كل ده. برضه بتحدد أهدافك من الcareer اللي أنت داخله. السؤال ده بيبقى مش عايز، يعني مش لازم تبقى مُبهِر أوي في أسئلتك أو في الإجابة قصدي،
ومش لازم يعني تبان خارق، على قد ما هم عايزين يعرفوا الشخص اللي قدامهم، عايزين يفهموه. أنت بتكتب كل حاجة عن نفسك، يعني بتعرّف نفسك، الأنشطة اللي أنت بتحبها لو بتمارس أي رياضات. وبعد كده بتبدأ برضه تتكلم عن مثلًا الإنجازات الأكاديمية، مثلًا دخلت مسابقات، سواء في المدرسة اللي أنت فيها أو برّه مثلًا، وبتحدد طبعًا كل ده والمراكز اللي أنت أخدتها وهكذا. لو ليك أنشطة اجتماعية أو أي أنشطة خارج مجال الدراسة، فبرضه بتحدد ده. وبعد كده بتوضّح لهم، بتتكلم معاهم عن الcareer أو الكلية اللي أنت عايز تدخلها. أنت مثلًا اخترت هندسة، طب أنت ليه اخترت التخصص ده؟ أو اخترت التخصص ده ليه؟ إيه أهدافك في التخصص ده بعدين؟ يعني بعد ما هتتخرّج أنت ناوي على إيه أصلًا؟ يعني ناوي تعمل إيه في الجامعة في خلال فترة الدراسة، وناوي تعمل إيه بعد ما تتخرّج؟ أو إيه أهدافك من الكلية؟ أنت دخلت كلية هندسة ليه أساسًا؟ وبعد كده تتكلم تحت ده، مش أول أوي، بس أنت فيه بتتكلم بقى عن الأنشطة في الحاجات دي أكتر من السؤال اللي فوق. يعني السؤال اللي فوق أنت بتتكلم عن حياتك بشكل عام، عن أهدافك، عن إنجازاتك الأكاديمية، عن يعني أسبابك لدخول التخصص المعين اللي أنت اخترته ده. بس تحت بتتكلم بقى عن الأنشطة والرياضات وإنجازاتك في الأنشطة والرياضات أو الهوايات دي بشكل مستفيض أكتر. بعد كده دي بعض الفايلات اللي هم بيطلبوها منك. حاجة اسمها أول حاجة إن هو recommendation letter. recommendation letter ده أو هو ما يسمى بخطاب التوصية. ده بيبقى زي خطاب مثلا اللي بيكتبه ليك حاجة اسمها الكونسلر بتاع المدرسة، أو المدرس يعني في المدرسة أو مدير المدرسة. المهم إن شخص درس ليك بيكتبه عنك، بيوضح فيه مثلا مهاراتك أو بيرشحك للمنحة. بيوضّح في الخطاب إن أنت مثلًا حد أدنى، لو في أكتر من كده طبعًا ما فيش مشكلة. بعد كده الصورة الشخصية وال البطاقة الشخصية، كل دي معلومات، كل دي فايلات عادية. بعد كده حاجة اسمها الfinancial aid request. ده financial aid request هو طلب، بس أنت ما بتبقاش مثلًا حاطط طلب أو كاتب طلب إن أنت عايز الfinancial aid. لأ، أنت بتقدّم أوراق أو مستندات بتثبت إن أنت مش هتقدر تدفع مصاريف الجامعة دي. آآ حاجة مثلًا لو حد من ولي أمرك متوفي مثلًا، فأنت مش هتقدر تدفع المصاريف، فبتقول ده. حاجة اسمها كشف حساب لوالدك أو والدتك في البنك. وبرضه كشف للمرتبات بتاعة ولي أمرك، إن هو مثلًا بتوضّح فيه يعني إن هو مش هيقدر يتكفّل بكل المصاريف دي. وحاجة تاني اسمها down payment receipt. الdown payment receipt في بعض الجامعات زي ما قُلنا في الأول، إن أنت لازم تقدّم في الأول على الجامعة، أو ويكون ليك فيها قبول مبدئي إن أنت طالب فيها خلاص. في بعض الجامعات بتحتاج إنك تدفع زي جزء من المصاريف لقبولك مبدئيًا. أنت خلاص اتقبلت، هتدفع جزء من المصاريف، وبعد ما تبدأ الدراسة هتدفع باقي المصاريف. فأنت لو أنت مثلًا دفعت جزء من المصاريف دي، بتحط مثلًا الفاتورة أو إثبات إن أنت دفعت جزء من المصاريف عشان هم برضه هيتكفّلوا بيه. وفي حاجة لازم نبقى واخدين بالنا منها، إن الجزء من المصاريف ده ما لوش أي علاقة مثلًا بمصاريف الاختبار عشان تتقبل في الجامعة. يعني الجامعة دي بتعمل اختبار مثلًا القبول فيها، أو اختبار إنجليزي أو أيًا يكن، بيبقى ليه مصاريف. المنحة ما لهاش علاقة بالمصاريف دي، هي ليها علاقة بالمصاريف الدراسية. لو أنت دفعت جزء من المصاريف الدراسية فهُم بيتكفّلوا بيه. وطبعًا الuniversity acceptance letter ده اللي اتكلمنا عنه، اللي هو خطاب القبول المبدئي في الجامعة، إنك بتقدّم في الجامعة الأول وبعدين بتقدّم على المنحة. وممكن برضه حاجة، يعني أنت مثلًا قدّمت في الجامعة بس لسه ما جالكش الخطاب القبول أو ما وصلكش إن أنت اتقبلت، فبتقدّم في المنحة وبتبعت لهم، بتتواصل معاهم بتقول لهم إن أنت لسه ما اتقبلتش في الجامعة، فبيدّوك مهلة مثلًا معيّنة أسبوعين أو حاجة لحد ما ييجي لك من الجامعة اختار بإن أنت اتقبلت فيها أو لأ. وساعتها لمّا بييجي لك بتبعت لهم خطاب القبول المبدئي عشان بعد كده يبدأوا يكمّلوا معاك إن شاء الله باقي المنحة، يعني باقي إجراءات المنحة. وهنا بعد ما بنخلّص وبكده بنكون خلّصنا الapplication.
طبعا بعد ما بنخلص الابليكيشن بنستنى تقريبا قرابة حوالي أسبوعين. بعد كده بيتبعت لنا سواء إن إحنا اتقبلنا أو يعني هو القبول في المنحة بيبقى على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الابليكيشن، والمرحلة التانية بتبقى الميتنج الأقصى. بتبعت لك رسالة على الإيميل بتاعك إن أنت اتقبلت. الميتنج ده لما بتعمله ما بيبقاش يعني ميتنج صعب قوي او ميتنج تقيل وفيه اسئله تقيله، لا هو بيبقى ميتنج عادي، هم بيبقوا بيتعرفوا فيه عليك اكتر. بيسالوك برضو عن الانشطه الاكاديميه، يعني الانجازات الاكاديميه بتاعتك، عن الانشطه، عن الهوايات، عنك وعن اسرتك. وبرضو بيبداوا يستفيضوا اكتر في اسباب ان انت تقديمك على الجامعه والكليه اللي انت مقدم عليهم او اللي انت اثبتتهم في المنحه. انت ليه عايز تقدم على الجامعة دي تحديدا، ويعني ايه اللي شايفه مميز فيها بعيدا عن باقي الجامعات. وبرضو انت ليه عايز التخصص ده، يعني ايه اهدافك من التخصص ده، برضو انت بتوضحه في الابليكيشن، بس برضو بتتكلم عنه تاني باستفاضة في الميتنج. وبرضو بيسألوك عن تفاصيل تانية زي مثلا عدد الساعات، بيأكدوا على الموضوع ده. وبيسألوا برضو عن المصاريف وهكذا. وطبعا بعد كده، بعد ما بيخلص الميتنج، بعدها برضو بحوالي بيتواصلوا معاك ويبلغوك انك اتقبلت في المنحة. وبعد كده بتروح المؤسسة عشان تثبت بقى خلاص انك يعني ايه، تأكد ان انت اتقبلت في المنحة. وفي حاجة لازم تبقى عارفها قبل ما تقدم على المنحة. المنحة دي منحة الألف بتتكفل بالمصاريف الدراسية فقط. يعني هي ملهاش دعوة مثلا بمصاريف سكن، مش بتوفر لك أي حاجة، هو بس بتدفع مصاريف الجامعة اللي أنت، أو مصاريف الكلية الكريدت اللي أنت عايز تقدم عليها. بس وكده نكون خلصنا كل حاجة عن منحة الألفي. شكرا جدا ليك يا باشمهندس. بس انا كان عندي سؤال. هو دلوقتي المنحه دي مفتوحه لكل الجامعات اللي في مصر؟ يعني منها الخاصه والاهليه والحكومه وكده، ولا لجامعات معينه؟ لا، هي مفتوحة لكل الجامعات عادي جدا. بس أهم حاجة يكون الأقسام الكريدت في الجامعات دي، مش العام يعني أو الحكومي، أقسام الكريدت. بس مش محددة بجامعة معينة، أنت اللي بتختار الجامعة وبتختار الكلية اللي أنت عايزها. يعني عادي لو جامعه خاصه، بس هي الجامعه الخاصه ما فيهاش جزء كريدت وجزء عام على ما اعتقد، صح؟ هو الجامعات بس يعني اللي هو الجامعات الخاصة اللي هي مثلا زي جامعة النيل، الجامعة اليابانية وهكذا، دي أو جامعة زويل مثلا. دي الجامعات الخاصة. لكن الجامعات الخاصة اللي هي الخاصة، أنا ما أظنش إن فيها كريدت. ويعني ما اعرفش بصراحه انه اذا كان ليها يعني في المنحه دي او لا. بس ده تقدروا تتواصلوا مع المنحه من الموقع بتاعهم وتسالوهم يعني عن الجامعه اذا كان هي ليها قبول للجامعات الخاصه ولا لا. طب حضرتك شايف ايه اكتر جزئيه في التقديم الطالب يركز عليها؟ بتبقى اهم جزئيه اللي هي الكلام اللي هو الرايتنج، الجزء الرايتنج اللي هو الاسئله اللي انا عارضها دلوقتي قدامكم. دول اكتر حاجتين بتركز، دي اكتر اسئله بتركز عليها، لان دي هي اللي يعتبر انت بتقدر بتعبر فيها عن نفسك. هم بيعرفوا عنك اكتر من خلال السؤالين دول بس. مفيش اسئله رايتنج كتير، فلازم تبقى مركز في اللي انت، في كل كلمه انت بتكتبها، ويكون الكلام فعلا حقيقي. وبرضو الميتنج، يعني لازم تكون في الميتنج واضح وما بتتوترش، الميتنج ما بيبقاش صعب. برضو تكون مركز في كلامك معاهم، وتكون عارف انت عايز ايه، انت مقدم في الكلية مثلا كذا، ايه اهدافك منها، إيه اللي انت عايز توصل له بعد ما تقدم في الكلية دي، واشمعنى الكلية دي بالذات، واشمعنى الجامعة دي بالذات. فبرضو يعني لازم تكون عارف، هو الموضوع ما بيبقاش صعب، بس لازم تكون هادي ومركز. طب في اخر حاجه حضرتك عندك اي تيبس للناس اللي هتقدم السنه دي؟ هو اظن التبس الوحيده اللي هتحتاجها زي ما قلت اللي هو جزء الرايتنج، ان انت تحاول تحسن الانجليزي بتاعك شويه، عشان برضو ده هيبقى زي اثبات كده اذا كنت مستواك في الانجليزي عامل ازاي، لان الحاجات دي بتبقى مهمه طبعا. وبرضو ما يبقاش مثلا ما تحاولش
يعني في ناس كتير مثلًا لمّا بتيجي بتكتب الأسئلة الwriting دي، بتقول كلام مش حقيقي أو كلام كبير، أنت مش محتاج كل ده، أنت بتقول عادي حتى لو ما لكش إنجازات أو ما لكش إنجازات أكاديمية كبيرة، ما دخلتش في مسابقات كتير مثلًا وهكذا، لأ عادي ما ممكن برضه تتقبل، الموضوع ما بيبقاش بس قائم على مثلًا أنت دخلت مسابقات قد إيه وهكذا، الموضوع برضه بيبقى أحيانًا برضه بيبقى على مجموعك، وبيبقى قايم على طريقة كلامك ومثلًا على أنشطة وكل ده، فهُم بيبقى الموضوع مركّزين عليه من كذا جانب، مش جانب واحد بس، مش جانب مثلًا أنشطة بس أو جانب الأكاديمي بس. تمام يا باشمهندس، إحنا كده خلّصنا كل حاجة. عند حضرتك أي حاجة أخيرة حابب تزوّدها؟ لأ تمام، أظن كده أنا قُلت كل حاجة إن شاء الله، وما فيش أي حاجة يعني هتبقى زيادة عن اللي أنا قُلته بإذن الله. تمام ماشي. شكرًا جدًا لحضرتك، وشكرًا ليكم إن أنتم كمّلتوا الفيديو للآخر. أتمنى إن الفيديو ده يكون فادكم وفاد كل أصحابكم. عشان كده حاولوا تشيّروه لكل أصحابكم اللي تقدروا عليهم. وشكرًا جدًا ليكم.